واحد بيسأل واحد صاحبه بيقول له عندك كام عيل؟ قال له عندي 4 عيال. الأول متخرج هندسة كهربائية، والتاني متخرج هندسة معمارية، والتالت متخرج نظم ومعلومات. قال له طب والرابع؟ قال له الرابع حرامي. قال له طب ليه مخليه عندك في البيت؟ ما تطرده بره البيت ده. قال له اطرده ازاي؟ ده هو اللي بيصرف علينا كلنا. واحدة بتقول لجوزها: يا حبيبي النهاردة ذكرى جوازنا، مش هتعمل لنا مناسبة حلوة بسبب الموضوع ده؟ قال لها: نعمل طبعا، بس نقف الأول دقيقة إحداد على المصيبة اللي عملناها دي. واحدة شافت جوزها داخل عليها زعلان قوي ومبوز، بتقول له مالك يا حبيبي؟ قال لها الحمار بتاعنا اتسرق. قالت له ولا يهمك، دخلتك علينا ب1000 حمار. واحدة بتقول لجوزها: يا حبيبي مش تجيب خروف تذبحه بمناسبة عيد جوازنا؟ قال لها: ذنبه ايه الخروف في غلطة ارتكبها حمار؟ سألوا واحد غبي أنه حاجة أهم من الاتنين، القمر ولا الشمس؟ قال لهم القمر طبعا. قالوا له ليه؟ قال لهم القمر بينور لنا بالليل والدنيا ضلمة، لكن الشمس بتنور بالنهار والدنيا كده كده منورة أصلا. ولد أمه نادت عليه عشان يحط الخيط في الإبرة، فحب يطول شوية عشان ما يحسسهاش بكبرها، ولا إنها نظرها ضعف ولا حاجة. قعد يعمل نفسه إنه مش قادر يلضمها، لقى أمه راحت نازلة بالقلم على قفاه. قالت له: طبعا اتعميت من كتر البحلقة في التليفون والنت. واقفين عند فرن العيش، طابور رجالة وطابور ستات. فواحد من الرجالة اللي واقفين قال يعني انتوا ستات مش عارفين تعجنوا وانتوا قاعدين في البيت، بدل ما تيجي تقف على الفرن وتتعبونا معاكم؟ طلعت ست من الطابور قالت له: نانسي عجرم اللي عندك في البيت ما قدرتش تعجن لك ولا قاعدة في دبي دلوقتي؟ واحدة اتمسكت بتسرق في سوبر ماركت، ودوها للقاضي. القاضي قال لها: سرقت ايه؟ قالت له: علبة لبان. قال لها: كان فيها كام واحدة؟ قالت له: 6. قال لها: يبقى 6 أيام حبس. راح قايم جوزها راح للقاضي، قال لها: وخدت كيس رز. واحد بيدور على وظيفة ما لقاش غير وظيفة حارس مقابر. اصحابه عرفوا بوظيفته، اتفقوا يلبسوا ابيض ويروحوا للمقبرة بالليل عشان يخوفوه. المهم جه بالليل وراح شافهم، راح واخد العصاية بتاعته وجري وراهم. قال لهم بسرعة كل واحد على القبر بتاعه، انا ما صدقت ما لقيت وظيفة. واحد بيقول لصاحبه: بقول لك ايه، هقول لك على نصيحة من دهب. قال له: لا مالكش دعوة، بس اديني الدهب انت وانا هبقى ادبر حالي. واحد بيقول لصاحبه مفيش حاجة اسمها مستحيل بالحياة. ابو طارق عمره 60 سنة، خد قرض من البنك وعمل مشروع حياته لانه واثق في قدراته وما يقسش، وهو دلوقتي في السجن عشان مش قادر يسد القرض. قاضي بيسأل مجرم بيقول له: انت ازاي جالك قلب تقتل مراتك بالشاكوش على دماغها؟ راح قايم واحد من وسط اللي قاعدين في القاعة قال له: تفوق عليك يا كلب، انا طول عمري بقول انك واطي. فالقاضي قال له: انت ايه دخلك بالقضية؟ قال له: يا حضرة القاضي انا جارهم ليا 2 سنين، وليا سنة بقول له على شاكوش بيقول لي ما عنديش. دخل راجل على الحلاق ومعاه طفل صغير، وقعد على الكرسي، حلق له شعره وحلق له دقنه وعمل له استشوار وظبط له الدنيا كلها. خلص وراح واخد الواد الصغير مقعده مكانه. قال لي الحلاق احلق له شعره بقى زي كاظم الساهر كده على ما اروح اشتري علبة سجاير واجي. الراجل خلص للواد الصغير ساعة ساعتين، الراجل مرجعش. فالحلاق بيسأل الواد بيقول له: يا ابني ابوك اتأخر ليه؟ قال له: ده مش ابويا، ده واحد قابلني في الشارع قال لي انا اعرف حلاق عبيط، تعالى احلق لك عنده ببلاش. واحد بيقول لصاحبه: امبارح اشتريت كتاب اسمه كيف تتغلب على النسيان ونسيته في المواصلات. واحد بيقول لصاحبه: انا جبت كتاب اسمه كيف تكون نصاب في اقل من اسبوع، ودفعت فلوسه وليه سنة دلوقتي ما استلمتوش. واحد مسطول بيقول لصاحبه: انا مش زعلان عشان بدور على الريموت بتاع التلفزيون وهو في ايدي، انا زعلان اني بوطي الصوت عشان ادور كويس. واحد بيقول لصاحبه: في ناس كده يا اخي لو زعلت معاهم
تقوم تحول اسرارك لاعلانات تجارية. طب اصبر شوية يمكن نتصالح. واحد بيقول لواحدة ست اديكي نصيحة، الزوجة الناجحة هي اللي تخلي جوزها يكلم نفسه بدل ما يكلم بنات الناس. واحدة اتصلت على البنك عايزة تستفسر عن رصيدها. الموظف قال لها اسمك ايه؟ قالت له اسمها. قال لها وعمرك وتاريخ ميلادك؟ قالت له عمرها وتاريخ ميلادها. قال لها اخر عملية قمت بيها؟ قالت له ولادة قيصرية. واحد بخيل اصحابه جوله دخل يعمل لهم شاي ما لقاش عنده سكر، راح عامل لهم الشاي من غير سكر وحط قدامهم الكوبايات. قال لهم بقول لكم ايه، في كوبايه من غير سكر اللي هيشربها عليه الغدا بتاع بكره. كلهم شربوا الشاي وهم ساكتين. واحد مسطول بيقول لصاحبه نفسيتي محتاجة واحد يقعد جنبي وكل شوية اديله بالقلم على قفاه واقول له يرضيك اللي انا فيه ده. واحد مسطول بيبيع بتنجان عروس اللي هو الطويل ده مش المدور، فواحدة معدية بتقول له هو ده بتنجان؟ قال لا لا ده موز وملبسينه اسود عشان ابوهم لسه متوفي. واحد بيقول نصيحة لصاحبه بيقول له عايز تبقى غني وتلعب بالفلوس لعب وتشتري كل اللي نفسك فيه وتسافر لكل مكان في الدنيا؟ انا زيك برضو ما معيش اي حاجة ونفسي في ده كله. ربنا يرزقنا انا وانت. واحد بيقول لواحدة انا عايزك تصدقيني ما بحبش حد غيرك. قالت له روح قول الكلام ده لحد غيري. قال لا ما انا رحت قلت لهم كلهم صدقوني محدش عمل زيك كده. واحد بيقول لصاحبه انا مش عايزك تيأس ابدا، انا السنة اللي فاتت ما كانش معايا ولا مليم والحمد لله السنة دي ما معيش ولا مليم برضه، بس المهم ما تيأسش. واحد بيغير قوي على مراته، كل ما يروح الشغل يتصل عليها يقول لها انت فين؟ تقول له انا في البيت. يقول لها طب شغلي لي الخلاط، تشغل له الخلاط يطمن. تاني يوم نفس الموضوع يتصل عليها يقول لها انت فين؟ تقول له انا في البيت. يقول لها طب شغلي لي الخلاط، تشغل له الخلاط يطمن. جه في يوم خد اجازه وحب يعمل لها مفاجاه، روح البيت بيسأل ابنه بيقول له ماما فين يا ابني؟ قال له كالعاده انت بتمشي تروح الشغل وهي تاخد الخلاط وتخرج. محشش مسمي ولاده اسد وفهد وديب ونمر، فسألوه بيقولوا له انت مسميهم ليه الاسامي دي؟ قال عشان انده عليهم كلهم مره واحده اقول لهم تعالوا يا حيوانات. راجل قاعد في البيت قاعد يبص لمراته في عينيها فترة طويلة، شعرت بالخجل ووشها احمر ونزلت وشها في الارض، مسك ايديها بحنية وهمس في ودانها بصوت ضعيف وقال لها الفلوس اللي كانت في البنطلون راحت فين؟ واحد بيسأل صاحبه بيقول له هو ليه الزوجة مدخلة نفسها في كل الممتلكات؟ تقول بيتنا، عربيتنا، أرضنا، فلوسنا، ولما الموضوع يجي عند الدهب تقول لك ذهبي. ست اتجوزت واحد بخيل، اول يوم اكلها عيش وبصل، تاني يوم اكلها عيش وبصل، تالت يوم نفس الشيء، الرابع جه جاب لها عيش بس، فبتقول له فين البصل؟ قال لها ايوه اتعودت انت على الفواكه. واحد غاب اتسرقت محفظته راح عمل محضر في القسم، فالظابط قال له ما تقلقش يا استاذ ان شاء الله هنجيبها لك من تحت الارض. بعد ما خرج من القسم لقى ناس بيحفروا الخط بتاع المترو، راح قال لهم الهمة يا رجالة هي سودة وبسوستة. واحد بيقول لي صاحبه مش مشكلة تقعد على كرسي جلد والكرسي يطلع صوت، لكن المشكلة لو ما قدرتش تعمل الصوت ده مرة تاني عشان تثبت براءتك. واحدة كتبت لجوزها رسالة بتقول له جيب لي معاك فراخ وبطاطس ورز وبدنجان وحنان بتسلم عليك. قال لها حنان مين؟ قالت له لا مفيش حنان، انا بتأكد بس ان الرسالة وصلتك عشان كل مرة بتقول لي ما شفتهاش. واحد غبي بيسأل ابوه بيقول له يا ابويا هم الناس عمالين يطلعوا علينا نكت ليه؟ قال له انا اعرفك بيطلعوا علينا نكت ليه، ادخل هات لي الحلة من المطبخ. دخل جاب له حلة راح مخبط عليها، فالواد قال مين؟ قال له عرفت بقى بيطلعوا علينا النكت ليه؟ خد دخل الحلة على ما اطلع انا اشوف مين على الباب.